السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. بكاء أشرف حكيمي في لقطة مؤثرة بعد تأهل. دخل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في نوبة بكاء بعد فوز منتخب بلاده والعبور إلى دور ال16 لبطولة كأس العالم فيفا قطر. انتهت مباراة المغرب وكندا بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف واحد في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب استاد ثمامة، الذي شهد لحظات ومشهدا مؤثرا بين اللاعب أشرف حكيمي ووالدته التي تواجدت في المدرجات بلقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة للسادسة بمونديال قطر 2022. التقطت عدسة المباراة فيديو للاعب أشرف حكيمي لمشهد مؤثر إذ قام بأحضان حارة لوالدته وسط بكاء والدته الشديد التي ظلت تدعم اللاعب في مسيرته لسنوات، وكانت والدة ظهير منتخب المغرب تنتظر رؤية ابنها في كأس العالم يوما ما ليأتي اليوم في مونديال قطر 2022 وسط الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بقيادة حكيمي. وعبر منتخب المغرب لدور 16 من كأس العالم متصدرا المجموعة السادسة، فيما جاء منتخب كرواتيا في المركز الثاني، بينما ودع منتخبي بلجيكا وكندا البطولة من دور المجموعات.